السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله عليك اجبر بخاطر مراتك. لو عايز تزيد الألفة والمحبة والود والسكينة والطمأنينة والبركة والخير وعد إلى ما شاء الله، عايز كل الحاجات دي تزيد في بيتك، اجبر بخاطر مراتك. من أسماء الله سبحانه وتعالى الجبار. وانت بتدعي في السجود أو بين السجدتين بتقول اللهم عافني وارزقني واهدني واجبرني. فجبر الخواطر عندنا حتى في مصر جبر الخواطر على الله. فاجبر بخاطر مراتك، وأول شيء تجبر بخاطر مراتك فيه هو إحساسها بالأمان. إحساس مراتك بالأمان. والأمان هنا نوعين: الأمان المادي، إنها تأمن على نفسها في موضوع الأكل والشرب واللبس والعلاج إن تعبت، زي ما كان أبوها بينفق عليها وبيصرف عليها وكان محسسها بالأمان في الجانب ده، أنت كمان مطالب بإنك تديها نفس الشعور ونفس الإحساس بالأمان. ده بيزيد من الألفة والمودة والمحبة، إنها تكون مطمنة على نفسها وهي معاك، انك تديها احساس بالامان ما تشيلهاش هم ان هي مش عارفة تاكل ولا تشرب ولا تلبس ولا تتعالج. الاحساس بالامان. وتعلم انت جيدا انك بانفاقك على زوجتك مثاب على ذلك، ليك به اجر. يعني انت تخيل معايا ان انت راجع من شغلك وشفت واحدة مسكينة في الشارع، فشفت مطعم واشتريت ليها وجبة. الوجبة ديت ربنا سبحانه وتعالى يديك ثواب عليها، يديك أجر عليها. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وده شيء ثواب عملته. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح يقول: دينار أنفقته على مسكين، ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمهم أجر الذي أنفقته على أهلك. فاللي تنفقه على زوجتك هو ده أعظم جنيه إنك تشيل وانت طالع السلم كده وتعبان وحران وجاي شايل خضار أو شايل بطيخة على دراعك ومش قادر تمشي بيها، ومع ذلك إن انت بتستحضر الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، لأن الرجل يرفع اللقمة إلى في زوجته له بها أجر. مفيش حاجة ببلاش، كل حاجة بأجر عند الله سبحانه وتعالى. إنك توفر لها الجانب ده من الأمان، ده شيء بيزيد من الألفة والمودة والمحبة بين قلبيكما. كذلك من الشعور بالأمان هو الأمان الجسدي، إن أنت ما تكونش مصدر خوف ومصدر ترهيب ومصدر تهديد لمراتك. هي متجوزاك عشان تكون سند ليها أو ظهر ليها أو أمان ليها، زي أبوها ما كان موفر لها هذا الأمان. فأنت مصدر أمان بالنسبة للزوجة أو بالنسبة لمراتك، أنت مصدر الأمان. ما ينفعش إن كل ما تغلط غلطة إنك تنهال عليها بالضرب. ما ينفعش. هي متجوزاك عشان خاطر تكون مصدر الأمان، تشعر هي بالأمان، يزيد عندها الإحساس بالانتماء للأسرة، مش عايزة تطفش وتسيب البيت لأنها مش حاسة فيه بالأمان. إنك دايما محسسها بالخوف أو بالفزع، إنها خايفة منك. ما كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. فإحساس المرأة أو الزوجة بالأمان ده شيء بيزيد المودة والسكينة والألفة بين الزوجين. الشيء الثاني اللي تجبر بخاطر مراتك بيه هو حسن الاستماع. حسن الاستماع. في واحدة ست من أمهاتنا كان ليها أكتر من ولد من الرجال، فكان في واحد فيهم بالأخص هي بتحبه أكتر من إخواته. ليه؟ أما سألوه اشمعنى أمنا بتحبك أنت أكتر مننا؟ فقال لهم على حاجة بسيطة جدا. إيه الحاجة ديت؟ إن هي دايما بتحب تحكي معاه في كلام هو من وجهة نظره مش شايفه مهم، ولكن من وجهة نظرها مجرد إن هو بيستمع ليها هي بتحبه أكتر واحد في إخواته، علشان كده إن هو عنده طولة بال وعنده صبر للاستماع. فمهما كان مراتك بتتكلم في كلام انت شايف من وجهة نظرك ان هو مش مهم او مش ذات قيمة، يعني يبتهري في اي حاجة وخلاص،
مجرد انك تسمعها ده في حد ذاته بيزيد من الألفة والمحبة، بيزيد من الألفة والمحبة، ان انت يعني مقدر ليها ومنصت ليها ومستمع لها، وتناقش عملت ايه النهارده، والله النهارده ذاكرت للاولاد، النهارده طبخت كذا، النهارده حصل مشكله كذا، النهارده كان في الشغل كذا. مجرد انك تستمع ليها ده في حد ذاته بيزيد من المحبه والألفة بينك وبين زوجتك. فبالله عليك عامل مراتك زي ما بتعامل الموبايل، او حب مراتك معلش زي ما بتحب الموبايل. طول النهار عاطي الموبايل وقت كتير جدا من حياتك انك تتكلم تصفح في الموبايل، فاديها ساعة كل يوم، بلاش نص ساعة كل يوم، لا كتير، ربع ساعة كل يوم تستمع ليها عملت ايه برنامجها اليوم، تصفح في برنامجها اليومي زي ما بتتصفح في الموبايل. كلمت والدتها النهاردة، كلمت والدتك انت النهاردة، كلمت حد من اخواتها، ذاكرت للأولاد، رتبت البيت ازاي، ايه المشاكل اللي قابلتها طول النهار. فالحاجات ديت بتزيل عنها هموم اليوم، وبتزيل عنها تعب اليوم، وبتزيد من المحبة والألفة بينك وبين زوجتك. فحسن الاستماع، النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو حامل لهم أمة بالكامل يضرب لنا المثل في حسن الاستماع لحديث السيدة عائشة اللي كلنا عارفينه، وهو حديث أم زرعة أو حديث الستين عائشة رضي الله عنها لما جلست مع جلسة نسائية كده مع بعض النساء وتعاهدنا ألا يخفينا من أمر أزواجهن شيئا. كل واحدة بتحكي اللي بينها وبين زوجها للسيدة عائشة رضي الله عنها. وكان فيهم أبرز واحدة كان هي أم زرع، كان زوجها أبو زرع كان يحبها حبا شديدا، ومع ذلك تم التفريق بينهما. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل لنا رسالتان: الرسالة الأولى حسن الاستماع للزوجة، الرسالة الثانية هي رسالة اطمئنان للسيدة عائشة، يقول لها إني لك كأبي زرع لأم زرع، أنا بحبك حب أبو زرع لأم زرع، غير أني لا أطلقك. فكانت رسالة اطمئنان للسيدة عائشة رضي الله عنها. فحسن الاستماع للزوجة من الأشياء التي تسعد الزوجة، وبالتالي تسعدك أو يكون لها رد الفعل. وجرب وإن شاء الله مش هتندم. بس يا ريت إن أنت ما تروحش من شغلك وتبص تلاقي نفسك ماسك الموبايل طول النهار على الكنبة أو على الانتريه أو على السرير أو في أي مكان في أي ركن، وبتقلب في الموبايل بين فيس ويوتيوب وتيك توك، وسايب زوجتك طول النهار اللي منتظرة زوجها اللي غايب عنها عشان تفضفض معاه أو تحكي معاه ابنك عمل كذا أو حصل موقف كذا، وإنت مش مهتم بيها. فلو سمحت يعني حب مراتك زي ما بتحب الموبايل، اديها شوية وقت ربع اللي بتديه للموبايل، فتعامل معاها يعني كتعاملك مع الموبايل، مع ان ده جماد ودي إنسانة لا شعور ولا أحاسيس. فحسن الاستماع للزوجة من الأشياء اللي بتزيد الألفة والسكينة والاطمئنان والمحبة والترابط الأسري داخل الأسرة. فدي الشيء الثاني اللي حبيت إن أنا أذكر نفسي بيه وأذكر حضرتك بيه، حسن الاستماع للزوجة. وحسن الاستماع ده يعني برضو ليه شروط، إن ما ينفعش أو أنت ما ترضاش إن أنت واحد صاحبك يتكلمك وأنت عامل كده مش معبره ومش باصص له أو مش مهتم بيه. فكذلك ما ينفعش إن أنت مراتك تكلمك وأنت بتصفح في الموبايل أو مشغول مع التلفزيون أو بتبص على ماتش فأنت مشغول عنها، ده مش استماع، ده أنت كده مش مهتم بيها أصلا. فأنت ما تقبلش أو صاحبك ما يقبلش إن أنت هو يكلمك وأنت معرض عنه، باصص كده أو باصص كده أو بتتصفح في الموبايل. فالزوجة منتظرة من زوجها حبيبها إن يكون لها نوع من الأنس بيه، تأنس بزوجها لما يرجع من الشغل، تكلم معاه، فضفض معاه، تحكي معاه عن برنامجها أو اللي حصل معاها خلال اليوم. فمن الأشياء اللي تقرب المسافات بين الزوج والزوجة هو حسن الاستماع، وده بيعتبر جبر خاطر للزوجة بأنك تحسن الاستماع ليها. من الأشياء برضو أيضا اللي بتجبر بخاطر الزوجة هو اللعب معها. لعب يا عم الشيخ، ما تصلي على النبي كده،
انا فاضي، انا طول النهار مطحون في الشغل وبشتغل شغل تاني بعد الظهر، وبعدين انت مش عارف انا مين، ده انا الشيخ الفلاني وانا العالم الفلاني وانا التاجر الفلاني وانا الرتبة الفلانية، ازاي العب يعني؟ هو في وقت للعب اصلا؟ معلش، انت مشغول شغلك ده كله بفردين ثلاثة 5 افراد في اسرتك. النبي صلى الله عليه وسلم الافضل مني ومنك كان مشغول بهم امة يضع لها الدستور والمنهج ويضع لها نظام حياة كامل، الحياة الدينية والأخلاقية والتعبد لله عز وجل والبيع والشراء والجيرة ومعاملة المسلمين مع بعض ومعاملة غير المسلمين وسياسة وحرب وجيش هم أمة كامل. ومع ذلك تحكي السيدة عائشة وتقول: كنت في مسير مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال للجيش: تقدموا، فتقدموا. قالت: تسابقيني يا عائشة؟ قالت: أسابقك يا رسول الله. قالت: فسابقته فسبقته. سبقت هي النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد مرة تانية قالت: فلما زاد شحمي ولحم جسمها زاد شوية، كانت في مسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للجيش: تقدموا، فتقدم الجيش. فقال: تسابقيني يا عائشة؟ قالت: أسابقك يا رسول الله. قالت: فسابقته فسبقني. قال: يا عائشة هذه بتلك. وكلنا عارفين يعني هذه بتلك يعني واحدة بواحدة. وكلنا عارفين يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت الأحباش تلعب بالحراب في مسجده والسيدة عائشة تقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يسترها بردائه وتقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: كنت أنظر إلى الأحباش وهم يلعبون بالحراب، يعني زي لعب العصا، يلعبون بالحراب، فما ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم، ما يشيلش إيده كده النبي صلى الله عليه وسلم حتى أكون أنا التي انصرفت. فكان يقدر الجارية قدرها لأنها كان سنها صغير، فكان يلعب معها النبي صلى الله عليه وسلم ويدلعها ويقول لها: يا عائش أو يا حميراء، يعني الوش الأبيض المشرب بحمرة. فكان يدلع النبي صلى الله عليه وسلم، جاز التعبير، بالسيدة عائشة رضي الله عنها، وكان يثني عليها. ومن الأشياء أيضا التي تحبب الزوجة إلى زوجها ومن جبر خاطر الزوجة الثناء عليها: أنا ربنا كرمني بيكي، أنت هدية من ربنا، تسلم إيديكي، إيه الجمال ده، إيه اللي أنت عملتيه النهاردة في البيت ده، البيت ده ما شاء الله مترتب كويس، أجمل حاجة فيكي إنك مطبخك نظيف، أكلك نظيف، بتهتم بالنظافة في الأكل، أجمل حاجة فيكي إن أنت بتذاكري الأولاد، بتهتم بأولادك، أجمل حاجة فيكي كذا، وخاصة قدام أهلها. فالشيء ده بيدخل السرور على الزوجة، وبالتالي بتسعد هي وتسعدك. جرب ومش هتندم. اكبر بخاطر مراتك، عاملها زي ما بتعامل الموبايل، حبها زي ما تحب الموبايل، اتعلق بيها زي ما انت متعلق بالموبايل. المفروض ان الموبايل ده ملوش كيان او ليه مكان اصلا، بس بنحاول ان نقرب المسافات بين الزوجين، ان انت تديها شوية. انفق عليها من وقتك مش من فلوسك، انفق عليها من الوقت بتاعك، انك تدي لزوجتك وقت شوية، نص ساعة في اليوم، ربع ساعة في اليوم، تحكي معاها. لابد من جلسة مع الزوجة ولو ربع ساعة تكلم معاك فيها عن اللي حصل خلال اليوم. فدي من الأشياء اللي بتقرب المسافات بين الزوجين وتزيد من الألفة والمحبة بينك وبين مراتك. فبالله عليك ما تنساش ان انت تكبر بخاطر مراتك وتسمعها الكلام اللي هي بتحبه. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، ان انت تكبر بخاطر مراتك وتعرف ان ده بيزيد من درجة المحبة والألفة والسعادة ما بينكم. نشوفكم المرة الجاية ان شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.